مش مبقبش. ولكن انت عميل وحاقد على الوطن. انا عميل وحاقد على الوطن؟ والله انك بتحكي مظبوط. انا عميل وانا حاقد على الوطن. عارف ليش؟ لاني ما تمرمقت في تراب هالوطن مثل ما تمرمقتوا فيه انتوا. لاني ما بحب وطني قد ما بحب ملاييني اللي حاطهم في بنوك الغرب. مش مستعد اضحي ملاييني لسفراتي لعواصم العالم عشان اضحي للوطن زي ما بتضحوا. اصلا بلدي ما بعرف فيها اشي، لا بعرف محافظاتها ولا قراها ولا مدنها قد ما بعرف الدخلات والزقق في امريكا واوروبا. تحملوني وتحملوا الناس اللي مثلي، لانه المصروف اللي بتصرفوه على الكلاب اللي معيشينها في بيوتكم تصرف على قرى مليانه من اشكالي. حتى تنتقد آلية القوم وأكابرها. هذا تقول المواطن غير منتمي. أنا منتمي غصب عنك وغصب عن اللي خلفوك. منتمي لهالوطن بدون هدية وبدون رشوة وبدون منصب، لأنه أصلا ماليش وطن غيره. وبتحداك أنت وياها إذا عمركم سمعتوا في شتم ولا في عيرة ويرقى ولا في السماجيني. أنت منتمي لهالوطن، انت منتمي لهالوطن للي بتهبروه من هالوطن. اخلاص انت متضارب ومجنون. انا مجنون، نعم مجنون. انا راح ادور في الشوارع راسي، راح ادجج في الشوارع راسي. ضحكتوا علينا. الارض وبعتوها، والمستقبل طلع وهم، طلع سراب، وخليتوا كرامة الناس كلها بالارض. وقفتوا كل الناس قدام البنوك وقدام المدارس عشان يشحدوا كوبونات الاذلال، كوبونات الخبز. ولكن انت لازم تنكر كل منجزات البلد. يا زلمه قرقعتونا في انجازاتهم. يا زلمه خفوا علينا. يا زلمه ليل ونهار انتوا تتعبوش يا اخوان، تتعبوش من الانجازات. اعطونا يوم في السنه، بس يوم فيش فيه انجازات. خلينا نشوف عيالنا، نشوف قرايبنا، الله يخليهم. هسه كل ما واحد سرق له سرقه وعمر له فيلا بتلبسوني يا انجاز؟ شو الانجازات تحكي عنها انت؟ عن العمارات والشقق والفلل والقصور والكهارب اللي معبي شوارع عمان؟ شو فايدتها واحنا كل يوم بنستنى السفينه تطعم اولادنا خبز؟ اذا بهمك تاريخ هذا البلد، هذا البلد كان يطعم روما بحالها قمح، وبس على دوركم خليته يشحذ رغيف الخبز. الخبز راح ضل قيد فرقابكم، راح ضل سيف كاتم على انفاسكم. حروا الرغيف بتحروا الانسان، لانه حريه الانسان تبدا بالرغيف. هذا الكلام بيقوله اعداء الوطن. ليش ما تعتبر انتفاع الاسعار في البلد معناته انه البلد تتطور؟ لا يا اخي، بتعرف شو اللي بتطور في البلد؟ انتوا المسؤولين. تتطور طول عمركم تخمخموا، شو في مشاريع، شو في شغلات، شو بتطلعوا برا بتشوفوا شغله برا مش سووها عندنا هون. يا زلمه بفتحوا اوتوستراد، بدنا نروح نتفرج على خلقة شقفة ارض بجنب الاوتوستراد، ولا هم مشترين الارض والاوتوستراد. سووا مصنع. لمين المصنع؟ لوزير سابق. لمين الجامعة هاي؟ ما شاء الله لمسؤول حالي. ماكلين الاخضر واليابس، مسويين هالبلد مزرعة لكم. عارف اعداء الوطن شو بيقولوا؟ بيقولوا ان الفقير بزيد فقر والغني بزيد غنى. اعداء الوطن رزقتهم من السماء، خبزنا كفاف يومنا. انتوا رزقكم مين؟ من الصفقات التجارية، من الكوميشن، من السمسرة. همكم الوحيد تطمنوا على البورصة العالمية وعلى سعر الدولار. احنا همنا الوحيد نطمن على رغيف الخبز وعلى حبة الفلافل. ولكن سنة الحياة انه فيها اغنياء وفقراء واقوياء وضعفاء. سنة الحياة انه يكون في بلدنا طبقتين، طبقة مستغلة ومتنفذة وطبقة مسحوقة من تعن امها على ابوها والحكومة مع الطبقة الاولى. عمرك سمعت في حياتك انه العدل اساس الملك؟ اسمع، دخلها بمخي بلاش بمخي، في اي محل في جسمي. بلد قد بلدنا، ما قد عارف شو انا هاي عارفها؟ هاي عارفها؟ فيها حفلة مليارديرية وحفلة مليونيرية وباقي الشعب مسحوق والطبقة الوسطى قضيتوا عليها. ما بيصير نقول شو اعطانا الوطن، لازم نقول شو لازم نعطي الوطن. انت بتفكر لما نسمع تصريحاتكم بنفكر بالوطن؟ لا حبيبي، بنفكر في الخبز اللي احنا مش شبعانينه. طبعا انتم المسؤولين على ايش بتكيفوا؟ بتكيفوا على تصريحاتكم بالجرايد، على صوركم بالجرايد، هذا اللي بتكيفوا عليه. طيب تعرف احنا الشعب شو بيسوي بالجرايد؟ بلاش تعرف، احسن لك بلاش تعرف. ما خطرش ببالك انه اولادنا راح يظلوا جعانين، وانه اولادكم راح يحكموا اولادنا ويصيروا وزراء عليهم؟ ما هي بلدنا. الفقير لازم يخلف فقير، والوزير لازم يخلف وزير، والناس دي تنصحوا فينا جوعوا من اجل الوطن. اسمع، انا بقبلش من اي عرض شبعان ينصحني اني اصبر على الجوع.
انت بتعرف انه تطاول على المسؤولين حتى ولو كانوا فاسدين مثل ما بتقول. هو تطاول على الديمقراطية بحد ذاتها. سايق عليك الله الذي كلمة الديمقراطية. إذا بتعيد كلمة الديمقراطية مراجع صلى يا زلمي قلبتوا معدتنا في سلالة الديمقراطية. طراكوا ديمقراطية ديمقراطية. صرنا نشتري فلافل يقول احط لك عليه ديمقراطية. انتوا فكركم اذا فيش ديمقراطية يعني نحط صرامي بصماونا ونخرس؟ اقول لك عليها وجه ابوك. لا بدنا الديمقراطية ولا بدنا الحرية اللي بدكم اياها نمارسها على كيفكم. هاتين على الشعب في الديمقراطية فكرونا بقر. انت بتحكي عن انتماء والديمقراطية. طب جيب لي اسم ابن او بنت مسؤول في هالبلد اتخرج قبل 10 ايام وبعده ما توظف. اذا ابوه ما بده يوظفه يا بيفتح له مصنع يا بجيب له وكالة اجنبية زي اولاد الاكارم اللي انت عارفهم. وكل ما دق الكوز بالجرة لازم الشعب يكون كبش الفدا. وكل ما ضربته فص لازم احنا ندفع الثمن بحجة الانتماء والنخوة والشهامة والولاء. تعال مين تشاطروا على واحد مسخن بيسرق رغيف خبز عشان يشبع اولاده خبز وبتتركوا اللي بيسرقوا ملايين بحجة انه فيش اثباتات. شموا طلعت راحتكم. انت قديش عينت بس من جوابك بس في وزارتك؟ ابدا انا ما عينت. اذا مش معين في دليل صحيح انا عينت ابن اختي واخت امي وخال عمي وجوز بنت خالتي بس مش عظمت عينات. مش عظمت عينات لازم كيف على السلف انت. ما في 100 نظام. في نظام اسمه نظام العقود والمؤسسات ومش عارف مسخره يعني معاشها 4000 5000 في الشهر يعني بتضيرهم في قاعد الوزير. بقول شرفك ابنك ليش بشعط في سيارات الحكومة بالشوارع؟ هذا كلام مرفوض. يعني ابنك لازم يتدهور او يدعس واحد عشان ينكشف عيبكم؟ ما هو العيب عندكم مش العيب عندكم انه ينكشف عيبكم قدام الناس.